مكرونه في الفرن تحفه، ساده مفيهاش ولا لحمه ولا فراخ، حاجه كده اقتصاديه. جربيها وما تشتريهاش من بره، تشتريها بالغالي ليه؟ لما انت تعمليها في البيت احسن واوفر ليكي انت ولعيالك. جربي وهتعجبك، واتفرجي على الفيديو وشوفي الطريقه معموله ازاي، وجربي وقولي لي ايه رايك. شايفين شكل الطاجن؟ لسه مطلعاه دلوقتي من الفرن. يلا قولوا لنا بقى ايه رايكم بقى فيه. هتشتري طاجن المكرونه من بره بالشيء الفلاني، تعملي في البيت احسن وانضف واحسن ليكي واوفر ليكي. شوفي بره بيتباع بكام. تعالي بقى هنعمله دلوقتي وهيكفي معاكي كذا نفر. بص هنعمل ايه، هنجيب بصل ونحطه على النار زي ما انت شايفه كده. انا قطعته كده وشويه زيت وحطيته على النار. وهنا انا حاطه هنا حله تغلي فيها شويه ملح عشان هنحط فيها ايه المكرونه دلوقتي. يلا خليكي معايا، اشتركي في القناه وهتعملي احلى طاجن تاكليه انت واولادك. ووداعا بقى لغلاء الاسعار، ومش هنشتري اي حاجه من بره، واعمليها في البيت وما تشتريهاش. وشوفي هنعملها ازاي. هنا البصله هنعصر الاوضه دلوقتي واقول لك هنعمل ايه. خليكي معانا ما تروحيش في حته. بصوا كده يا بنات، انا قطعت قرن فلفل كده احمر عليها او اخضر زي ما انت عايزه، بتديها طعم حلو قوي. جربي كده، ما تحكمش على حاجه لما تجربيها. وسيبيها على النار لغايه ما تسخن، وهنحط عليها القوطه والتوابل تقول لك هنحط عليها ايه. وهنا احنا حطينا هنا ايه المكرونه القلم زي ما قلت لك. اعملي الكميه اللي انت عايزاها، تشتريهاش. بس كده اهو يا بنات. هنديها ايه 3/4 سوا، مش هنسويها سوا كامل لان احنا هنكمل تسويتها في الفرن او نص سوا. هتكمليها في الطاجن في الفرن. شوفي هنعمل يا بنات، هي دبلت خلاص كده، كفايه عليها عشان يبقى طعمه مسكر وحلو معاك الطاجن. هننزل بقى ايه بالقوطه كده. نزلنا بالقوطه وحطينا لها كمان رشه السكر طالما في قوطه. هنحط لها شويه شطه، بودره ثوم، بودره بصل، فلفل اسمر، وشويه الملح. وهنسيبها بقى ايه تتسبك على النار، واول ما هتغلي غلوتين وهنهدي النار عليها عشان تاخدي احلى ايه تسبيكه. هنسيبها على النار كده وهنقلب فيها وهنسيبها ونغطيها. زي ما قلت لك المكرونه هناك بتتسلق ايه نص سوا. تبقى بقى ايه تتسبك على النار. بصوا كده يا بنات، هي كده خلاص اتسبكت وتقيله اهيت وحلوه معانا. بصوا شكلها عامل ازاي، حلوه. تلاقيها حلوه كده على المكرونه، مش نازله كده من المكرونه. المكرونه اهي نص سوا. وهنا الطاجن معانا، انا هاخد شويه من هنا احطهم هنا في تحت، بس من تحت كده عشان هحط المكرونه عليهم. وهنا بقى هنحطها ايه في الطاجن عشان ايه ندخلها الفرن. بس الطاجن تحفه يا بنات، اوعي تشتري من بره تاني. بس شكله حلو ازاي. هنرصه واقول لك هنعمل ايه كمان ايه في الاخر. كده يا بنات احنا رصيناها كده في الطاجن، وده شكلها. في شويه كده انا ببقى شايلهم كده على جنب عشان الوش. بصي هنعمل ايه عشان تخلي الوش بتاعها يحمر كده ويبقى حلو قوي معاكي. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي يا بنات، هياخد لون ويبقى حلو قوي. وهنحط لها من على الوش كده شويه فلفل اسمر عشان يدوها لون حلو كده وهي في الفرن، وشويه شطه. وكلي بقى ايه احلى طاجن مكرونه.
كده بقى، ده كده ايه شكله في الاخر. قولولنا بقى ايه رأيك فيه. هندخله الفرن الاول نص ساعة من تحت وفوق، شغال عليه الفرن كلها فوق وتحت، وهتاخدي احلى طاجن. بيقعد له كده نص ساعة كده ولا حاجة، وطلعيه اوريكي شكله بعد ما يطلع. يلا اشتركي بقى معانا في القناة. بصوا كده يا بنات، طلعنا ايه الطاجن من الفرن بعد نص ساعة زي ما قلت لك من تحت وفوق. بصي شكل الطاجن بقى عامل ازاي. بصي لسه ايه بيتبقلل اهوت من تحت، شكله تحفة قوي يا بنات. من بره ناشف ومن جوه طري. بصي بقى من جوه طري ازاي. طعمه تحفة. جربي بقى وقولي لنا ايه رأيك، وما تشتريش من بره تاني. دي بقى تشتري من بره بالغالي، لما انت بالبيت تعمليه ارخص واحلى واوفر ليكي، واطعم من بره بمليون مرة، وعارفة الحاجة انت بتعمليها ازاي. يلا اتفرجي بقى وقولي لنا ايه رأيك.